ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. وانا الفيديو ده بصراحه عامله عشان عايز اتكلم على نقطه معينه، وهي ان انا مش مصدق ان احنا ممكن نخش الموسم الجاي من غير جناح شمال جديد، او ان الاجنحه الشمال بتوعنا هم مارتينيلي وتروسرد. يعني من الاخر كده يا جدعان، انا في لعيبه بصراحه حاسس ان انا مش قادر اتفرج عليهم موسم كمان. يعني انا مش قادر ان انا اتفرج على الفرقه واشجعها واللعيبه دي موجوده، اللي هم مارتينيلي واوديجارد وهافرتز. فانا مش مصدق بصراحه ان احنا داخلين الموسم الجاي باللعيبه دي، او على الاقل داخلين بيهم اساسيين في مراكزهم. يعني انت لحد دلوقتي اوديجارد لسه هو رقم 10 الاساسي بتاعك، مارتينيلي لسه هو الوينج الشمال الاساسي بتاعك، هو هافرتز هو الايه الحمد لله اللي ممكن يتركن دكه عشان احنا جبنا يوكريش. ولو ان انت ما تعرفش ارتيتا شايل ايه في دماغه، اللي انت عارف طبعا ان كلنا عارفين ان هافرتز هو الفتى المدلل بتاعه يعني. فانا بصراحه مش مستوعب ان الثلاث لعيبه دول انا هخش اتفرج عليهم تاني الموسم الجاي. مش قادر ومش عارف ازاي ان احنا من اول السوق ما دخلناش على طول جبنا جناح مكان مارتينيلي. دي كان المفروض حاجه برايورتي، يعني حاجه من الاولويات ان انت تدعم في مركز الجناح الشمال ده. قلنا الجناح الشمال المهاجم الحمد لله خلاص جبنا يوكرش. انما يعني اظن كلنا الماتشات الوديه اللي احنا اتفرجنا عليها، اللي هي نيوكاسل او توتنهام او الميلان او اي ماتش لعبناه، شفنا قد ايه اللعيبه دي مفيش 1% تحسن في ادائهم عن الموسم الجاي. وده كان زي كده بيوريك ايه، زي انديكيشن او تصوير لادائهم هيبقى عامل معاك ازاي الموسم اللي جاي. اوديجارد الماتشات الوديه اكنه بالظبط استمراريه للعك والقرف اللي بيقدمه الموسم اللي فات. نفس العك ونفس القرف، والكور لما بتتلعب له حد يضغط عليه بياخدها وما بيعرفش يعمل حاجه، وعلى طول راح يسقط لي ناحيه اليمين، وكل الباصات بتاعته لورا او بالعرض. مفيش اي لعب ايجابي على الجون او اي حاجه تحسسك انه بلاي ميكر. نفس الكلام مارتينيلي، مفيش اي حلول، لا بيعرف يرقص ولا يعدي واحد على واحد، وعلى طول بيجري وراسه في الارض، ولا شايف قدامه، ولا بيعرف يشوط، ولا بيعرف اي حاجه. هافرتز لعيب ما بيفقهش اي حاجه في الكوره، ما بيفقهش اي حاجه في الكوره، مالوش فيها، ولا بيعرف يباصي، ولا بيعرف يشوط، ولا بيعرف يعمل اي حاجه. لعيب ما فيهوش ميزه. فانت عندك الثلاث لعيبه دول اوبئه في الفرقه، عندك اوبئه بمعنى كلمه اوبئه. لو انت يا سيدي مش عايز تبيعهم ومش عايز تتخلص منهم وتوفر فلوس لنفسك، على الاقل تقعدهم دكه وتجيب حد اساسي. سواء كان انت عايز تقعد تجيب ايزي، يبقى اوديجارد يقعد دكه وايزي يبقى رقم العشرة الاساسي. لو انت يا سيدي عايز تجيب لياو او تجيب ايزي تلعبه وينج، يبقى مارتينيلي هو الدكه. انما ما ينفعش اوديجارد ومارتينيلي يبقوا اساسي الموسم الجاي. حرام، حرام بجد. مش الناس مش هتقدر تستحمل. انا نفسي مش هقدر استحمل. انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم. انت عندك ليفربول الناحيه الثانيه بيقول لك نيوكاسل لو عرفوا يجيبوا بنجامين سيسكو، في الاغلبيه، يعني في الاغلبيه كبيره جدا او بنسبه كبيره جدا ليفربول هيعرفوا يجيبوا ايساك. لان انت نيوكاسل كده هيبقوا جابوا المهاجم بديل لايساك. تمام. وليفربول اصلا العرض بتاعهم اللي اترفض اللي هو ب 120 مليون ده هييجوا يعرضوه تاني. خلاص انت ايساك بيقولوا ان كاس انا عايز امشي. فهم مش السبب يعني في سببين ان هم مش عايزين يمشوه، ان هم لسه ما لقوش بديل، وان هم عايزين فلوس اكتر شويه. فلو لقوا بديل اظن موضوع الفلوس اللي اكتر شويه ده ممكن يبقى في كلام ما بينهم وما بين ليفربول وايساك، يروح ليفربول يعرفوا يجيبوا ايساك. فانت كده هتبقى بتتكلم في المنافس او الفريق اللي اخذ الدوري الموسم اللي فات، جايب ايكيتيكي وجايب فيرتس وجايب ايساك وجايب كيركز وجايب فريمبونج وجايب مدعم بلعيبه توب جدا. ده غير ان هو اصلا عنده محمد صلاح وفان دايك واللعيبه الجامده اللي اوريدي في الفرقه. فانت ازاي هتخش واللعيبه اللي المفروض انها تكون بتعمل لك تهديد هجومي هم اوديجارد ومارتينيلي؟ كفايه يا جدعان، مش ممكن. انا فعلا مش هقدر استحمل اشوف الاثنين دول الموسم اللي جاي، وما اظنش في ناس هتستحمل اصلا. يعني ما اظنش ان في اي حد هيستحمل. والناس اللي هم الشبيحه بتوع اوديجارد والشبيحه بتوع هافرتز، انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا بتدافعوا عنهم ليه؟ يعني اديني سبب واحد يخليك تدافع عن الاثنين لعيبه دول. لا بيجيبوا جوان، ولا بيعملوا اسيستات، ولا بيعملوا اي حاجه ايجابيه تساعدك تكسب اي ماتش، ولا بيعملوا لك اداء كويس في الملعب. مش والواحد لما يجي يدافع عن اللعيب يا جدعان، يعني يفكر برضو بالمنطق، تدافع عنه باللوجيك، تفكر في مصلحه الفرقه، ما يبقاش عندك اجندات. انما بتشبح للعيب وبتدافع عن اللعيب عشان شويه اجندات ليه؟ يعني انا ما بفهمش الاجندات في الكوره الصراحه. برضو انا بحس برضو ان اوديجارد وهافرتس ليهم كده لجان الكترونيه، او ليهم يعني فان بيزز كده. انا ما بفهمهاش الناس دي، اللي هو دايما بيدعموا اوديجارد ودايما بيدعموا هافرتس، حتى لو نزلوا يعني لا مؤاخذه، يعني مش عايز اقول لفظ، بس لو نزلوا يعني عكوا الدنيا في الملعب على الاخر، هيطلع الناس دي يقولوا لك والله لعب كويس جدا، والله تطور، والله مش عارف ايه، يا كاي يا مارتن يا مش عارف ايه. ايه يا جدعان؟ ما الواحد يفكر في مصلحه الفرقه، ما احنا كده مش هنتقدم.
احنا كده مش هنتقدم. انا اتمنى ان ما تكونش دي نهايه صفقاتنا الموسم اللي جاي، ما تكونش دي نهايه صفقاتنا اللي هنخش بيها الموسم الجاي. لازم يا جدعان نجيب حد يا اما في المركز الرقم 10 او في الجناح الشمال، والا كل سنه وانتم طيبين مش هنشم ريحه المنافسه، مش هنشم ريحه المنافسه، لا تشامبيونز ليج ولا غيره ولا دوري ولا غيره. مش هينفع يا جدعان. انت بمنتهى البساطه عندك لعيبه متواضعه جدا في مركزين مهمين جدا، وانت قاعد بتعند وبتلعبهم اساسي. تمام. ده غير ان في حاجه تانية عايز اقولها. انت دلوقتي حتى لو جبت اللعيبه وعندك اللعيبه كويس، ادائك انت في الملعب يا ارتيتا، او الخطه اللي انت بتوجه بيها الفرقه محتاجه انها تتغير، محتاجه ان انت هتتغير. ما هو انت برضو بتجرب نفس التكتيك ونفس التكتكس والخطه بقالك 3 مواسم وبتخلص مركز تاني. اكيد لو جربتها نفسها هي مش هتوصل لحاجه، لازم تغيير. يعني انا الماتشات الوديه اللي شفتها بصراحه مش مبشره خالص للاداء اللي احنا هنقدمه الموسم اللي جاي، سواء كان ماتش بتاع توتنهام او نيوكاسل او اي سي ميلان. مش مبشرين خالص كاداء. لو انت هتخش باداء الماتشات الوديه ده هيبقى ادائك في الدوري، اللي هو هيبقى رتم اعلى واسرع بكتير جدا. يبقى كل سنه وانت طيب. انا مش عارف ليه الفرقه بقت خايفه انها تلعب كره هجوميه مفتوحه. امال انت جايب اللعيبه دي ليه وبتدعم ليه؟ مش هينفع على طول دايما بنلعب بحرص قوي، وان هو خلاص ما عندناش غير حته ان هو الباك الشمال هو اللي ينزل في نص الملعب عشان يزيد، وكل اللعب يتنقل ناحيه اليمين لساكا، فكله يضغط على ساكا، فساكا لو ما عرفش يعدي شكرا هنبدا هجمه جديده، او بين وايت بقى يروح له كده او كده. هو دي خلاص بقينا محفوظين. هو انت سكيلي بيسقط في النص، يزيد شويه في النص، تحاول تدي الكوره لساكا، ساكا يا اما يعرف يعدي، لو ما عرفش يعدي بين وايت يعرف يتحرك له. لو عرفنا ان ساكا يعدي او بين وايت يتحرك له ساكا يلعبها له ماشي هتبقى هجمه. انما غير كده لو ساكا ما عرفش يعدي او ما عرفش يلاقي بين وايت بتمريره، الهجمه بترجع تاني من الاول، واوديجارد يقعد يقعد يعمل لي كده بايديه ويزعق للعيبه انها تضغط، وهو لعيب فاشل ملوش اي قيمه في الملعب. تمام. فانا بالنسبه لي بس يا جدعان اللي هو مش قادر اقول لكم قد ايه مهم جدا 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 موضوع الجناح الشمال ده. مش اوبشن فعلا. لازم بقى رودريجو ولياو، وان شاء الله تجيب ايزي وتلعبوا جناح شمال، اي حاجه اي حاجه. انما مش هينفع جابرييل مارتينيلي، ما ينفعش جابرييل مارتينيلي. اوديجارد كده كده ابن ارتيتا التاني، فانا يعني خلاص انا عندي سلام نفسي مع الموضوع ده، وعارف ان ارتيتا مستحيل يبيع اوديجارد او يقعده دكه، فانا متقبل هذا الموضوع. انما مارتينيلي يا جدعان مش هينفع خلاص. مش هينفع بقى نخش موسم ومحدش يقول لي مدويكي مش جناح شمال يا جدعان. مدويكي اشول. يعني مدويكي دلوقتي لما يجي يقطع في النص طيب ويجي يشوط هيشوط بيمينه، يعني ما هو برده الناس تعقلها. امتى اخر مره شفته فيها لعيب اشول بيلعب وينج ليفت او لعيب ايمن بيلعب وينج رايت؟ انتهت بقت قليل قوي في الكوره، بقت قليل قوي الكوره. لازم انت اللعيب يبقى لما يقطع او يخش جوه يبقى على عدلته، يبقى على عدلته. فالكلام كده واضح انه يعني ان انت شكلك كده بنسبه كبيره داخل بالمارتينيلي، ودي كارثه، ودي كارثه. وانا عارف ارتيتا بيعشق مارتينيلي عشان بيعرف يضغط وبيعرف الكلام ده كله، ودي كارثه كبيره جدا جدا جدا. اتمنى ان النادي يتحرك على وينج الشمال قبل ما السوق يخلص. لو ما جبناش الوينج الشمال ده، انا عايز اقول لكم يعني ما تتعشموش قوي في دوري. بصراحه ما تتعشموش قوي في دوري لو انتوا دخلتوا بمارتينيلي وباوديجارد والشباب دي كلها، لان الشباب دي برضو لما تتصاب انت بيبقى عندك مين البديل؟ يعني تروسارد. اوديجارد لو اتصاب انا متاكد هيلاعب لنا كاي هافرتس رقم 10، ومش هيلاعب ايثان نوينيري عشان هو بيعشق هافرتس. فاتمنى اكون غلطان. قولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. هسيب لكم لينكس انستجرام وتويتر وتيك توك في الكومنتات، وقولوا لي رايكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.